انت تعرف وات وومن وانس؟ طبعا. ايه بقى؟ والله انا السؤال ده نفسي مكان بس مش اجابه السؤال. لان دي حاجه متهيألي محدش عارفها. اول سؤال، ايه اغرب نصيحه حد اداها لك في الاخراج؟ ازيك يا عمور الاول، وحشتني. انا مبسوط بشوفك في سيتنج جديد. ايوه بعيدا عن المعاناه. اغرب نصيحه هي مش في الاخراج، هو اول لوكيشن انزله في حياتي، نازل بقى اتدرب ومتحمس قوي وبتاع، فرحت بقى واقف جنب المخرج عايز اشوف المخرج بيعمل ايه، فلقيت المساعد الاول كده مش فاهم اي حاجه بقى، فلقيت المساعد الاول جاي يقول لي ما تقفش عند المخرج خالص، اقول لك على حاجه ما تقفش في اللوكيشن اصلا. فانا فهمت بقى بعد كده ان هو كان بيتكلم صح، ان هو عايزني اشوف مساعدين المخرج بيعملوا ايه، لسه قدام قوي شويه على بال ما اعرف المخرج بيعمل ايه، ده حاجه ممكن ادرسها، بس انا كنت نازل تدريب مساعد مخرج. أيوة. فلازم اعرف مساعد المخرج الاول بيعمل ايه قبل ما اعرف المخرج بيعمل ايه. انا اصلا اعتقد دي مشكله في الاكسبكتيشنز بتاع الناس اللي بتبدا دلوقتي. انا فاكر اول اوردر نزلته خالص كنا في هبته، وبعدين ورحت في نص الاوردر، يعني كان لسه حد بيعرفني، فروحت الاوردر متاخر وبتاع، فقمت داخل على الاستاذ هادي الباجوري بمنتهى الثقه، قلت له حضرتك خدت الزاويه دي؟ والله العظيم. والله المهم الاستاذ هادي كان فعلا يعني جاوب وبتاع وكده، خطفوني بقى كرو الاخراج خطفني، قال لي انت يا باشا فرفش بقى روح، ده ما بيتكلموش خالص يعني. بالظبط. فانا فاكر، بس انا اغرب نصيحه حد اداها لي ان الاخراج 50 فريم سلو موشن، يعني مش فاهمها والله العظيم. هو ده كنا بنعمل اعلان كده، كنت اعتقد لسه بتدرب، فحد كده يعني بغض النظر، فكانت مخرجه قالت له الاخراج ايه غير سلو موشن يعني؟ والله انا لغايه النهارده ما فهمتش النصيحه، بس هي كانت عاشقه ال 50 فريم. لا ما حسيتها بوظ اللي انا حاسه في الحياه، فما فهمتش. اوكي يعني انا نفسي اقابلها دلوقتي اسالها يعني ايه الاخراج 50 فريم. يمكن انا برضو ده اثر فيا، انا عملت حاجات سلو موشن في المسلسل. طيب اسالك انا السؤال اللي بعده. يلا. المسلسل اللي بيتكلم عن جرائم، ازاي كانت التجربه دي مختلفه معاك؟ بص انا اعتقد انه الجزء بتاع الجريمه ده كان فيه شقين، يعني في شق ان انا عامه بحب الجريمه، بحب ديفيد فينشر قوي، وكان نفسي اعمل حاجات فيها ثريلر وحاجات كده، فكان في جزء انا كنت متحمس له، وكان في جزء تاني بصراحه ان لما كنت بغوص قوي في التحضير ازاي بقى اوجه الممثلين وحاسين ايه هنا وكده وبتاع، انا كنت بطلع من الحلقه بصراحه يعني منهك جدا نفسيا، لان بجد الموضوع كان تقيل. وانا فاكر في المونتاج بتاع تفاحه بعد ما خلصنا كده، فكنا عايزين نرجع انا وياسمين المونتيره، مش فاكر نحط مزيكا نظبط حاجه مش فاكر يعني الموضوع ده. ياسمين انا بجد كنت انا وهي فبصينا لبعض كده، قلت لها مش قادر ابص على الحلقه تاني، يعني اتليست دلوقتي بجد كان الموضوع كان تقيل. انا عارف ان انت في مشاهد الفيناله بتعيط يعني وانت بتصورها. لما شفت لميس عيطت انت عيطت، وياسمين العاب. في ساعات انا ببقى متخيل حاجه قوي ومعرفش، هو بيبقى شيء كده لما بتبقى متخيل حاجه قوي وبعدين بتشوفها بتحصل قدامك، معرفش بتاثر يعني. انت بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي انا الجونرا دي بحبها جدا حتى في المشاهده، يعني انا دي المفضله بالنسبه لي، احب اتفرج عليها لو قدامي 4 حاجات انواع مختلفه هختار الجونرا دي اشوفها الاول. فانبسطت قوي ان هي كانت اول تجربه ليا ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها. فبس يعني كان نفسي بقى ايه، يعني انا عايز اعمل حاجات تانية برضو نفس الجونرا، بس انا بحس ان انا عندي ميول دمويه اكتر. يعني تارانتينو ستايل كده، عايز اعمل دم اكتر، عايز اعمل جرايم اكتر. انا في حاجه كنت دايما بحسها بتنقص الجونرا دي شويه يعني، وكان نفسي برضو قوي اعملها في كل الحلقات، كنت بحاول قد ما اقدر يعني ان انا ازود قدر كبير من المشاعر، ان بقاش بس البلوت تويست هي اللي بتحرك الحدث، على قد ما تبقى انت تتعاطف مع الولد في تفاحه في الاخر، تتعاطف مع يعني دايما يبقى في الاخر توصل في الاخر رحله البطل دي انت يبقى فيها قدر من المشاعر، مش بس قدر من الحاجات الذكيه او البلوت تويست. ما انا عشان انا برضو مقتنع 100% احنا شغلانتنا ان احنا ازاي نوصل مشاعر، صح. يعني نحكي حدوته ونوصل مشاعر بغض النظر بقى عن النوع او الجونرا. احنا في اي حتى لو كوميدي المفروض توصل مشاعر، ان اللي بيتفرج ده يسيب لك نفسه كده وقت الحلقه او وقت الفيلم بتحرك مشاعره بقى، تعيطه وتضحكه وتخوفه،
انا حاسس ان دي يعني مقتنع 100% ان دي شغلانتنا. طب انا هسالك سؤال، لان انت انا في حلقه اول لما الحلقات جات لي قلت يا رب ما اعملش الحلقه دي بجد. حلوه جدا، بس حسيت بجد انا مش هقدر. يعني انا بالنسبه لي تفاحه كانت قرحه بتاعت رجل العيله. انت ازاي؟ انا عايز اقول لك بقى انت كنت متحمس لها قوي. انا فاكر اول حاجه انت قلتها انا هاخد رجل العيله. ليه يا مان؟ انا قلت الحلقه دي انا هفايت ان انا اعملها. انا اساسا انا قلت انت اول ما قلت رجل العيله قلت الحمد لله يا رب يا رب الحمد لله ان هي عاجباه. انا يعني انا معاك طبعا. انا يعني احنا فاهمين واحنا بنقرا ان هي تنفيذيا صعبه، وازاي هتوصل للناس بالمشاعر الصعبه دي. ان هي صعبه فكره، هو تقيل قوي الموضوع قوي تقيل قوي. وعايز اقول لك كل اللي قراها قال لي كده، بس انا ما اعرفش في حاجه شدتني ليها جدا. يعني انا قريتها بقيت شايفها صوره، بقيت شايف شكل الحفره عامل ازاي، بقيت شايف شكل الولد عايزه شكله عامل ازاي، فبقيت شايفها جدا، فتحمست لها قوي وقلت انا هعملها وهاخد الريسك بقى، لان كنت عارف انها تبقى بالذات كمان تجربتي الاولى، فكنت عارف انها تنفيذيا هتبقى صعبه ومرهقه عليا جدا. بس قلت يلا بنجرب. انت عارف بتفكرني يعني النوع ده من الحاجات بيفكرني في مخرج يوناني اللي هو بتاع دوكتوس، عمري ما عرفت انطق اسمه خالص. عامل فيلم كده كان اسمه كيلينج اوف سيكريت دير. بيتكلم، بس طبعا هو بيتكلم عن حاجه مثل يونانيه، يعني انه كان برضو اب وبيتحط في موقف معين هو مضطر يضحي بعيل من عياله. فانا اصلا الفيلم ده كان تقيل قوي عليا، فلما شفت البتاع دي قلت الحمد لله انه عادل عملها يعني. لا انا كنت مبسوط بيها قوي، يعني كنت مبسوط ان انا بعملها، يعني مبسوط حتى وانا شغال عليها على السكريبت، ومبسوط وانا بنفذها. فلا يعني بالنسبه لي كانت ميرسي جدا يا عمور والله. انا هسألك بقى. مسلسل ساعته وتاريخه كان من بطولة نجوم كاستنج. احكي لي عن التجربة اللي عمل معاهم. بص اقول لك على حاجه، يعني انا مش هكدب عليك، انت عارف طبعا انا كنت بحكي لك ان حاجه كانت موترانا احنا متهيألي انا وانت، ان فكره ان احنا تجربتنا الاولى وبنشتغل مع ممثلين كمان هي كمان تجربتهم الاولى. فالموضوع كان ايه يعني لما هم اتوتروا وانا كمان متوتر، المفروض ان انا اللي هديهم. بس المفروض انا اللي هديهم واشيل من عليهم التوتر ده. بس اللي كان بيساعدنا، وانت اكيد حسيت ده برضو معايا، قد ايه هم عايزين يطلعوا متحمسين جدا وعايزين يطلعوا اكتر حاجه عندهم. فده اللي ساعدنا ان احنا نبقى شغالين ملتزمين قوي، بيحفظوا دورهم كويس، بيذاكروا دورهم كويس في البروفات. يعني متهيألي انت مفيش ولا حد جالك مش حافظ دوره مثلا. لا هم كانوا بيبقوا عادة يعني بيفاجئوني. يعني انا بعد اول حلقة بالذات اطمنت انه مش هنروح في الحتة دي، ان احنا بقى جايين متلكعين ومش حافظ. بالعكس انا كنت يعني طول الوقت ده كان اكبر كونسيرن عندي، كنت خايف منه جدا، لان انا ممكن اساعدك في اي حاجه، ممكن اشتغل معاك على توجيه مشاعرك، على ادائك، على انما انت لو مش حافظ الدور انا هعمل ايه؟ مش هقعد احفظه لك يعني. صح. لا وهم كمان كان بيخلينا نسيف تايم كبير طبعا. وانا شايفهم بصراحه عندهم موهبه كبيره. تركز في الحاجات الاهم. تركز طبعا في الحاجات الاهم، انت شايل من عليك الحفظ. واحنا كمان انا وانت كنا بنعمل لونج تكس كبيره، يعني المشهد بيبقى مثلا 3-4 صفحات، ساعات كنا بنعمله في وان شوت. وانت عندك وان شوتس كتير. بس انا قصدي انا اعتقد كمان اللي كان اصعب من كده فكره ان انت ان احنا الحلقه نظريا، يعني انت في الطبيعي لما بتيجي تعمل مسلسل بيبقى عندك الحلقه فيها 30 مشهد مثلا، اي حاجه اي كلام يعني. احنا عندنا الحلقه مشهد. انت عندك الحلقه مشهد. فانت عاده الناس بتقعد تحفظ واحده ان هم الله اكبر عليهم كانوا يقدروا يحفظوا انه الحلقه تعتبر مشهد. ده برضو كان تشالنج كبير قوي بصراحه. حسيت ان عليك مسؤوليه، ان الناس دي الجمهور بيشوفها لاول مره من خلالك. انا كنت لسه بتكلم في الحوار ده وانا جاي. فعلا. انا لدرجه ان انا ساعات كنت بحس انه انا يا رب انه يعني انا مش هقدر في الاخر، مش هبقى ضامن رد فعل الناس كلها، بس على الاقل انه كان بيبقى فعلا هممني انه ابطال الحلقه لما يشوفوها يبقوا راضيين عنها، لان في الاخر انت يعني بالنسبه لي انا اكتر ناس ببقى مهتم فعلا بالفيدباك بتاعهم هم الكرو اللي تعب وشقي وسهر وتعب معانا يعني، والممثلين نفسهم. فاكيد المسؤوليه كانت كبيره قوي يعني علينا احنا الاثنين. يعني انا قصدي ان انت في الاخر زي ما معاك نجم كبير لاول مره انت بتشتغل معاه وبقاله كتير بينجح فهيعمل معاك ايه؟ مش انا بقى اللي هوقعه، فاهم قصدي؟ اكيد لو وقع معاك. فالتقديمه لا بجد. انا الموضوع ده كان حاطط لي توتر فظيع، وكان حاطط عليا ستريس كبير قوي، فكره ان الناس دي الجمهور بيشوفها لاول مره من خلالي. فدي مسؤوليه كبيره، حسيت ان هي وترتني جدا. بس هم ساعدونا كتير، يعني موهبتهم بصراحه انا يعني ساعدتنا جدا، وان هم ملتزمين وعايزين يطلعوا احسن حاجه عندهم حماس فظيع. ده حقيقي. اللي بعده يلا ماشي. ايه اكتر حلقه عملتها كانت قريبه لقلبك؟
تفتيش مفاجئ اعتقد. تفتيش مفاجئ. ليه؟ بتاعت ياسمين العبد، عشان هي اولا كان فيها تشالنج. اكتر حلقه بالنسبه لي كان فيها تشالنج في الاخراج لان هي في اوضه. فكان ما بيني وبين نفسي كده عايز اجرب فكره ان انا ازاي هعمل حلقه نص ساعه او 32 دقيقه بالظبط تفتيش مفاجئ من غير ما تزهق وتتعاطف مع قصه البنتين دول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو السكريبت ده نظريا ما كانش فيه جريمه، فكان بالنسبه لي مختلف. والحاجه الثالثه انه انا بالنسبه لي اكتر حلقه وانت قاعد بتتفرج من وجهه نظر انا يعني، او ده اللي كان نفسي اوصل له. اعتقد شوف ده في الكومنتس كتير، انك تفكر هل هل البنت دي تستحق التعاطف ولا لا. ده بالنسبه لي كان مهم قوي لاسباب شخصيه. انا بحس دي الفكره في الاخر، انك انت تتامل كده يعني مش بس انك تحس حاجات، لانك كمان تفكر. فيمكن عشان كده دي كانت اقرب حلقه ليا. انت عارف انا حصل لي العكس بقى زي اللي حصل لك كده مع راجل العيله. انا حصل ما كنتش عايز اعمل تفتيش مفاجئ خالص، كنت خايف منها جدا. لما قريتها لان حسيت انا معايا 2 ممثلين جوه اوضه. ايه الصعوبه دي يعني؟ حسيت كده ان الموضوع بالنسبه لي يعني لا، ممكن ابعد عن الحلقه دي احسن. الحلقه دي في حاجه غريبه جدا، ان اصلا اول درافت طلع من الحلقه دي كان كاتبها سيف قنصوة. اول درافت ما كانش احسن حاجه خالص. بس انا ما اعرفش ليه اول مره شفت الحلقه دي حسيت ان الحلقه دي انا حاسس ان انا هطلع منها حاجه. ما اعرفش ليه خالص يعني. هو كان مجرد انتويشن لدرجه ان سيف نفسه كان مستغرب. اعتقد في بعض الاوقات كنت بحس في عينه هو انت ليه متحمس قوي للحلقه بالشكل ده. بس مش عارف، هو مجرد شعور داخلي ان انا هقدر من الحلقه دي او الحلقه دي شبهي بشكل ما. ما هو ده ساعدنا بقى، ان انت في حلقات انت حسيتها قوي وحلقات انا حسيتها قوي، في حلقات انت مش حاسسها انا حاسسها. فالموضوع ده يعني ساعدنا جدا في الاختيار، وده كان بجد شيء كده. بس عايز اقول لك بعد بقى ما شفت تفتيش مفاجئ اتبسطت بيها جدا يعني. والله كويس ان انت اللي عملتها، لان انت طلعتها في احسن صوره. انت ايه اكتر حلقه بتحبها في حلقاتي؟ في حلقاتك بحب تفاحه وبحب تفتيش مفاجئ، يعني دول ايه اول 2. اوكي. تفاحة انا بحب المود بتاعها كده. هي حلقة صادمة جدا، انا بحب الحاجات الصادمة قوي دي. وبعدين انت عملتها زي ما هي، زي ما انا كنت حاسس قساوة الورق بتاعها. يعني الورق بتاعها قاسي قوي كده والحلقة دارك جدا، وانت عملتها بنفس المود اللي انا حسيته ده. فعشان كده هي اكتر حلقة عجبتني. انا اكتر حلقة بحبها لك اعتقد لغاية دلوقتي في اللي نزلوا يعني، عشان ما لسه ما نزلش، رجل العيلة. رجل العيلة هي دي الحلقة القريبة لقلبي. يعني دي الحلقة القريبة لقلبي، لان زي ما قلت لك كده كنت حاسسها قوي وشايفها، شايف كل حاجة فيها صورة عاملة ازاي، حاسس مشاعرها جامد. فكانت دي. واعتقد يعني برضو الحلقة دي بالذات كان فيها شيء مكتمل كده في كل عناصر. يعني ما بقولش ان التانيين ناقصهم حاجة، بس بحس حتى كمان عمر ابو دومه في الاضاءه والديكور. يعني ما اعرفش كان فيها شيء كده، فيها شيء سبيرشوال يعني. عمر كان عامل مود نوجه شكرا عمر ابو دومه مدير التصوير. ماشي طيب. ايه المواضيع والقضايا؟ بجد دورك؟ بجد انا سالت سؤالين ورا بعض، حبيت الموضوع. عايز ابقى انترفيور. ايه القضايا او المواضيع اللي نفسك تتكلم فيها في العمل الجاي؟ بص انا يعني مفيش قضايا ومواضيع معينه، في انواع معينه عايز اعملها. جونرز عايز اعملها. لان انا بالنسبه لي لو انا بحكي حدوته انا حاسس يعني اتبسطت وانا بقراها، فانا عايز احكيها. فمفيش قضيه معينه، بس في جونرز بقى زي الكرايم دراما. انا عايز اعمل حاجات فيها سسبنس، فيها طول الوقت مين القاتل. بالظبط، مين القاتل، حاجات شويه دمويه. الموضوع ده معرفش عندي ايه. بس كويس انك انت عارف على الاقل ايه القريب ليك. واعتقد دي كانت مثل التجربه، ان احنا برضو يعني انا حسيت ان انا اكتشفت نفسي بشكل ما جوه المسلسل. اللي اكتشفته بقى ان انا كمان عايز اجرب في حاجات كتير. يعني انا مثلا لما فنان دكتور انها لايت شويه، انا حاسس ان انا طب انا عايز اجرب. يعني ليه انا ماسك في جونر معينه بحبها، طب ما انا عايز اجرب نفسي هعمل ايه في ده. والمسلسل ده ساعدني في كده عشان حلقات منفصله مختلفه،
فساعدني ان انا اجرب نفسي في حاجات كتير. كمان وقدام عايز اعمل كده كمان. يعني انت عايز تفضل تعمل جونرا معينه، ولا انت حاسس ان انت من نوع المخرجين اللي ممكن يعمل كوميدي ودراما كوميدي خايف منه شويه بالذات، يعني كوميدي خايف منه شويه، لان الكوميدي عمرك ما بتعرف الجون فين. يعني عاده في تفاحه بالنسبه لي اسهل، لانك انت يعني فاهم في هتعرف تستريتش مومنتس معينه، هتعمل مش عارف يعني هتتخض وانت يعني بيبقى عندك يعني برضه في حته خايف هتوصل ولا لا، بس الافيه مستحيل تعرفه. يعني حتى لو ضحكنا في التصوير وضحكنا في المونتاج وكل الحاجات ممكن تيجي تعرض تحس ان هو لا. انا اصلا مش متخيل في الكوميدي ازاي انت بتصور المشهد اللي فيه الافيه 3-4 مرات مثلا مينيمم، وبعدين بتشوفه في المونتاج 10 مرات، وبعدين ازاي بقى بتقدر تحكم عليه ساعتها؟ يعني انا بجد انا كانت مشكله بالنسبه لي في الحلقات كلها. يعني انا قصدي كنت قبل العرض لما توصل خلاص كل حلقه قبل العرض كنت بتوتر جدا، لان انا كنت ببدا ازهق بقى وانا بتفرج. ايوه لانه خلاص انا شفت الحلقه 300 مره، فبدات بقى اتوتر انه الناس لما تتفرج هتزهق برضه. بس الحمد لله اعتقد ده بشكل كبير ما حصلش. عشان كده دايما حلو قوي انك فريش اي. انا كنت دايما بعمل كده، ان انا في حد بجنبه خالص القصه وبعدين نجيبه مره نعمل له مشاهده كده نشوف ايه وصل له ايه ما وصلوش. يعني اعتقد ده كان شيء دايما بحاول اعمله يعني. بس مفيش موضوع او قضيه معينه انت حابب تعملها في اللي جاي؟ لا هقول لك بقى، انا اعتقد انه لا في حاجات. يعني انا مثلا في زاويه معينه كده للحضاره الفرعونيه انا مهتم بيها جدا. حلو ده. حلو يعني اتعمل قليل. انا بحس ان احنا عامه ما اتكلمناش عن معظم الحاجات بتاعتنا. احنا طول الوقت بنتكلم عن حاجات مش شبهنا قوي يعني. ودي كانت ميزه اعتقد في ساعه وتاريخه عامه، ان الحاجات بغض النظر عن حواديت مصري، حواديت مصري واللوكيشنز مصري والشباب شكلهم مصري وكده. دي حاجه. وعايز برضو من القضايا اللي بتهمني قوي ان انا عايز اجرب اعملها في عمل، يعني هي علاقه الرجل بالمراه في علاقه الحب، يعني بس في علاقتها بشكل الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. يعني بالوعي الجديد بتاعنا دلوقتي، بالسوشيال ميديا دلوقتي، ازاي كل ده بيأثر على اختياراتك وكده. اعتقد في زاويه برضو معينه كده انا مهتم قوي ان انا احاول اعملها يعني. حلو. بس اوفرول اوبن يعني بحس ان انت برضو عايز تجرب نفسك في اكتر من حاجه. عايز اجرب جدا. وبحس ان هو لما بتجرب نفسك في الحاجات بتعرف نفسك اكتر، وبحس ده تكتشف نفسك اكتر. بحس ده جزء من الرحله مهمه جدا. هنا ده انا حسيت ان انا بحكي هنا من قلبي قوي، وهنا انا حبيت الموضوع، هنا ما حبيتش قوي الموضوع فعلا. انا عايز اجرب برضه. ميرسي يا جماعه جدا. شكرا.